يعرف كويس انه مش مشتري عربية ولا شقة بالشيء الفلاني عشان يتحكم فيها. هو موجود في حياتك بس مجرد انه يكملها او يشاركك تفاصيلك، زي ما انت برضو موجود في حياته تكملها له. يعني الموضوع مشاركة مش امتلاك، وده عشان محدش يخنق التاني. وعلى فكرة الكلام ده للولاد والبنات، يعني اكيد ما يخصش فئة معينة. فلما حضرتك تستقل بنفسك وبذاتك وتديله امر بانك ليك شخصية زيه، العلاقة هنا ممكن تستمر بسلاسة وبأمان وبنسبة كبيرة على فكرة. فالمهم هنا لما الشخص اللي معاك ده يحس انك بتتجاهل انك تاخد رأيه في حاجة تقريبا كان هو متعود يسمعها منك او تاخد رأيه فيها، يعني هيحس هنا بقى في الوقت ده ان في حاجة غلط، وهيبتدي يراجع نفسه تاني ويعدل، لانه ساعتها هيخاف بكل بساطة انك تروح منه وانك انت اللي تسيبه. اصل بصراحة مش من الطبيعي ابدا ان حد يعاملك بتجاهل وقلة ذوق ومفيش اهتمام تقريبا، وانت تروح برجلك تقدره وتاخد رأيه في حاجة حتى لو كانت تافهة.